مساء الخير على الجميع، ويا رب الكل يكون بألف خير وصحة وسعادة. فيديو جديد أتمنى من الله أن ينال رضاكم وإعجابكم. فيديو بعد انقطاع لمدة 3 أسابيع أو أكثر بسبب ارتباطنا بظروف العمل، ولكن مفيش أحداث يعني عملت ضجة أو أحداث يمكن أثارت الجدل، باستثناء حاجات بسيطة جدا من بعض المنتمين لنادي الأهلي. وآسف إن أقول في يوم من الأيام ده كان كابتن للنادي الأهلي، طبعا كابتن مصطفى يونس الشهير بالخرم. كابتن مصطفى يونس الظاهر يعني لقى القعدة وحشة، ولقى كل عمليه عمال يقلب عيشه، فقال لك اما اطلع اقلب عيش انا كمان. بس ما جاتش معاه في الاول سكه، فبدا يدور ازاي بقى اروح على طريق الترند، وازاي اتكلم، وازاي يعني الفت انتباه الناس. فقالوا له اتكلم عن النادي الاهلي، فطلع يشكك في نزاهه وسمعه مجلس اداره النادي الاهلي. وطبعا زي ما انتم شفتوه نفسه يروح للنائب العام، بس مش عارف ايه اللي منعه. يعني هل هو مش عارف مكتب النائب العام فين؟ انا مش فاهم. يعني انت ايه اللي منعك اللي انت تروح توكل على الله؟ كابتن مصطفى، كابتن مصطفى يا جماعه طبعا كلنا عارفين كابتن مصطفى الشهير بالخرم، وطبعا عارفين اللقب ده خده ازاي وخده بجداره يعني. ومين عارفين طبعا مين اللي اطلق عليه اللقب بتاع الخرم ده. طيب هو حضرتك النائب العام يعني مكتبه ما يتوهش؟ لو كتبت مثلا على جوجل ماب مكتب النائب العام هيوديك عادي. ايه اللي منعك يعني ان انت تروح؟ ليه عايز مجلس اداره النادي الاهلي هو اللي يروح؟ انت راجل عندك مستندات وعندك ادله، روح بيها للنائب العام، مفيش مشكله. والناس قالوا لك اتفضل روح للنائب العام. وانت دلوقتي هيتحقق معاك، لان النادي الاهلي خد الاجراءات القانونيه، وبيتحقق معاك كعضو عامل في النادي الاهلي، وكل حاجه هتروح للنائب العام. وساعتها يا كابتن مصطفى هتطلع برضو تتدلدل وتبوس الايادي من جديد عشان تتصالح مع الكابتن الخطيب، وبرضو مش هتنولها. انت يا كابتن مصطفى لا تصلح اللي انت تكون اداري. انت عامل زي بامبا الرغايه، ممكن ياجروك بالساعه زي ما مرتضى كان بيجي يعمل فيك كده. كابتن مصطفى، انت ناسي ان انت في يوم من الايام لبست تيشيرت نادي الزمالك ودخلت قعدت في استوديو قناه نادي الزمالك، والنادي الاهلي بيتشتم وبيتهان قدام عينيك، وانت فاشخ ضبك وبتضحك ومستمتع؟ كل ده عشان يا كابتن مصطفى فاكرهم كنت قاعد مع مرتضى وشله الهزازين دول، والنادي الاهلي بيتشتم وعادي وبيتقال عليه، وانت قاعد تسمع زيك زيهم برضو بتهز راسك ولابس تيشيرت الزمالك. يعني كان مقعدك خيال مآتة علشان تاخد لك قرشين تمشي بهم الدنيا. هو عارف ان انت كلب فلوس، يعني هو مش الراجل عارف حالتك وعارف وضعك وعارف تمامك وعارف اخرك. فقال لك هنجيب مين؟ ما هو لقى كل الناس محترمين، مفيش حد هيجي يقولوا له تعالى هنتكلم عن النادي الاهلي باسلوب غير لائق او اسلوب غير محترم، وهيروح. ما لقاش الا واحد غير محترم، اللي هو عينتك كده، اللي انت طلعت باعلى صوت وقلت لك لا انتماء مين؟ انا كل اهم حاجه عندي الفلوس. انت اللي قلتها ببقك. وان انت تقبل على نفسك ان انت تلبس بارادتك وكامل حريتك تيشيرت نادي الزمالك الغريم بتاع النادي الاهلي، وتقعد في قناه نادي الزمالك علشان الفلوس؟ لا، انت مشطوب عندنا من زمان كلاعب كوره او كابتن. في ناس عندنا يعني جزمتهم اصغر مشجع للنادي الاهلي عندنا جزمته برقبتك ورقبه العينه اللي انت منها دي، العينه الزباله اللي هي ما بتصونش وما بتحفظش الجميل للنادي اللي رباها وخلاها عملت شهره وخلاها عملت فلوس. لا، انت ما تلزمناش. احنا عندنا واحد محترف بقاله 8 سنين عندنا اسمه علي معلول. مجرد ما تقول بس علي معلول، انت بتحس بالحب من قبل ما يتكلم، من قبل ما حد من الجمهور يتكلم، تلاقي الحب طالع من عينيه كده. والراجل ده مش ابن من ابناء النادي الاهلي، ولا متربي في النادي الاهلي، ولا يعني خير النادي الاهلي عليه من زمان زيك كده. انما انت واحد نكر للجميل، عايز تطلع لقيت الدنيا كلها بتقلب من حواليك وكل عمال يسترزق، قلت اما اطلع اعمل لي حساب ولا اعمل لي اكونت ولا اعمل لي قناه استرزق منها. طيب ايه اللي بيجيب ان انا انكش في النادي الاهلي، اغيظ في النادي الاهلي شويه، اجيب سيره النادي الاهلي، هيطلعوا لي ترند ولا الحق مصطفى الخرم بيتكلم عن النادي الاهلي، الحق مصطفى الخرم بيسب النادي الاهلي، الحق اهلاوي بيقول الحق في حق النادي الاهلي. ما هو ده اخرك وده تمامك. انما انت هتاكل عيش ازاي لو ما جبت سيره النادي الاهلي؟ ما هو اي حاجه هتتكلم عليها مش هتتشاف. اي حاجه هتتكلم عليها في مصر عايز تتشاف، هات سيره النادي الاهلي في اي جمله مفيده. يا راجل ده بتوع الزمالك في تقديم الصفقات يعني عاملين ضجه وبوم وبتاع علشان
الشعار الاحمر اللي بيكسر ولا مش عارف، لازم يحطوا النادي الاهلي في جمله مفيده علشان يتشافوا. فاهم ازاي؟ فلازم تجيب سيره النادي الاهلي علشان تبقى ترند وعلشان تتشاف. انما الكابتن مصطفى لقى بقى ان الامور سهله والامور بسيطه، وان الشتيمه في النادي الاهلي بتجيب كده، ولكن انت هتتربى يا كابتن مصطفى زيك زي غيرك زي ناس كتيره، وفي النهايه هترجع. وبرضه انت مش هتشتغل داخل النادي الاهلي، صدقني في وجود الخطيب او غير الخطيب انت مش مهيأ، انت مش مهيأ، انت مش بعقلك. مفيش راجل بيطلع يقول التصريحات اللي انت كنت بتقولها زمان ديت، الهبل والعته والعبط اللي انت كنت بتقوله، وينفع يعني كيان اداري او قامه اداريه كويسه كده. لا، اللي بيشتغل في النادي الاهلي دول ناس معروفين، ناس معروفين. وانت راجل بتقول انا معايا مستندات، اطلع على النائب العام على طول. ايه اللي مأخرك؟ ما تتاخرش، الحاجات دي ما فيهاش تاخير. انت عايز تمط بقى شويه، لا هم اللي يروحوا علشان الحلقه الثانيه والثالثه والرابعه. انما انا معاك الراجل الصح التمام، مش الخرب اللي يطلع معاه مستند يطلع بيه على النائب العام، سلام عليكم انا عندي كذا، ومحسسني ان النائب العام والمؤسسات الدوله كلها سايبه النادي الاهلي تعمل اللي هو عايزه، مفيش رقابه كده، ما يعرفوش النادي الاهلي بيعمل ايه. يا عم معاك مستندات روح بيها على النائب العام على طول. انما هو كابتن مصطفى بيعمل ايه؟ لا النهارده هشوق، بكره هدوق، بكره هلوق، بكره بعده هروق، ويجيب لك بقى يمين في شمال، سمعت وما سمعتش وقالوا لي وما قالوا. يا عم اطلع على النائب العام يا خرم، اطلع على النائب العام يا عم الخرم، وما توجعش دماغنا. انت لا كاريزما ولا شكل ولا اسلوب ولا لياقه ولا لباقه ولا اي حاجه علشان تطلع تتكلم. انت تمامك واخرك ان انت كده يجيبوك علشان الباريستين اللي هتاخدهم في اي حلقه، سواء لو في والله لو في نادي في اسرائيل هيروح، والله بحلف لك بالله لو في نادي في اسرائيل وقال له هندفع لك وتيجي تتكلم هيروح بالظبط، مش هيهمه اي حاجه، مش في كده عادي. بقول لك قاعد مع شله هزازين الرؤوس وسامع شتيمه النادي الاهلي بودانه وعادي، ما فيش اي مشكله خالص، عادي. ادم مش الفلوس دخلت الحساب خلاص يقولوا اللي يقولوه، هي هتلزق، بكره ينسوا. انما احنا عمرنا ما بننسى يا كابتن خرم، لا لا لا، ما بننساش خالص. وبعدين عندك حاجه اطلع على النائب العام على طول، ما تستأذنش، توكل على الله، اطلع تمامك واخرك وده كفايه عليك. نروح بقى لصفقات القلعه البيضاء اللي دوشين دماغنا بيها، وكل سنه هي نفس القصه، نص نقل بتحمل اللعيبه، وفي النهايه برضو يا كاس مصر يا وصيف كونفدراليه يا يطلع ملط، وده العادي بتاعه، يطلع بس يقول لك ايه، شوف ومش شوف وعملنا وما عملناش وهنعمل كباري وهناخد اي لاعب من النادي الاهلي، وهو تمامه واخره كلهم اللعيبه الكسر اللي بيجيبهم دول، ويعملوا شويه بروباجندا. وفي نص الموسم اول ناس بتطالب برحيلهم. افتكروا كده الصفقات، افتكروا كده المواسم اللي فاتت، افتكروا مصطفى شلبي، افتكروا الزناري، افتكروا مش عارف محمد عبد الغني، افتكروا كل الناس دي كلهم بيجوا في نص الموسم ويشتموا. دونجا اللي كان بيقول احسن واحد عايزين يبيعوه باي طريقه مش عارفين، مصطفى شلبي عايزين يخلصوا منه مش عارفين، الجفالي اللي قال لك ده بس. كابتن ميدو طبعا بسم الله ما شاء الله لبسهم في شويه صفقات بسم الله ما شاء الله. كابتن ميدو خساره انه رحل عن نادي الزمالك بجد والله، كابتن ميدو ده كان عامل لهم شغل عالي قوي. الجفالي ومش الجفالي ونجم الكره المصريه اللي جاي هيقعد ناس كتير في بيوتها، هو اللي قعد، ربنا يشفيه ويعافيه طبعا، لانه يعني عنده اصابه، ربنا يشفيه ويعافيه، واللهم لا شماته طبعا في اي حد، وربنا يشفيه ويعافيه ويرجع بسرعه للملاعب. ولكن هي دي العاده بتاعتهم، ان هو يطلع يقول لك، وده تمامه برده زي مصطفى يونس كده بالظبط والله، هري ورغي وبرده كونفدراليه، هري ورغي وبرده كونفدراليه، وده تمامه واخره يا جماعه. هو نادي الزمالك ايه غير شويه الحاجات اللي احنا بنسمع عنها كل سنه؟ الزمالك اكبر قلعه رياضيه، الزمالك مش عارف ايه، الزمالك مش عارف ايه، وفي النهايه الواقع بيقول لك حاجه ثالثه خالص مش حاجه ثانيه. الواقع بيقول لك ان بيراميدز خلاص دخل التنافس وركن نادي الزمالك صف ثالث، فاهدى شويه على نفسك علشان ما تجيش في اخر الموسم تشتم اللي انت عمال تتغنى بيهم، والسكرينات هتبقى موجوده وكل ده هيبقى موجود. انت مش هتقدر تنسى زيزو ولا امام عاشور، هيفضلوا كابوسك. اذا كنت عايز تاخد عبد القادر احنا نوصله لك، عبد القادر بقاله 5 سنين ما لعبش في الاهلي الا 11 ماتش يا ابني او 12 ماتش اساسي. يعني لو انت عايز عبد القادر من عينينا احنا الاثنين، احنا نوصله لك لحد عندك، ودي اخرك وتمامك ان انت تلم. انما تعرف تجيب صفقه بفن وبمعلمه ولاعيب تقيل؟ لا مش هتعرف. زيك زي الخرم، خرمين واتقسموا نصين، سواء انت او مصطفى يونس. سلام عليكم.